لكل عشاق الافلام الاكشن نتجمع هنا بسرعه وشوف فيلم جامد جدا ومليان اكشن يخليك تشوفه لنهايته. وبيبدا الفيلم في الهند، وبتكون الام وبنتها جنجة وهي بتصحيها من النوم عشان تفطر، وبتروح الام تحضر الفطار، وبعدها الام بتوصل بنتها بالعربيه اللي هتوصلها لشغلها. وزي ما انتم شايفين البنت قد ايه صغيره وكبيره عليها الشقه اللي هي فيه، خصوصا ان الشغل اللي بتشتغله ده في التعدين. في الوقت ده بيوصل واحد بنعرف ان هو صديق صاحب المكان، وهو جاي عشان معاه واحد صاحبه ومراته عايزين يعملوا طقوس دينيه داخل المعبد، عشان بيقولوا ان هم نفسهم في حته عيل. وبيلاقي صاحب المكان بيوافق ان هم يعملوا الطقوس بتاعتهم في المعبد، لكن كان شرطه ان هم يسيبوا موبايلاتهم بره المعبد لان ممنوع التصوير جوه، وده نظام الزياره هنا. وبيوافقوا ويسيبوا موبايلاتهم معاه، وبيعرف بعدها ان هو صحفي ومعاه كاميرا تصوير حاططها في زرار القميص عشان محدش يعرف، وكان بيصور بيها لقطات الاطفال اللي شغالين جوه وطالع عينيهم في الموقع. وطبعا بيغضب منه جدا وبيعاتبه انه عمل كده من وراه، وبيقرر يقتله هو اللي معاه ويقطع رقبتهم. ومش بس كده، ده كمان بيهدد الكاهن وبيديله فرصه 10 ايام بس، وبعدها يمشي ويسيب المعبد خالص لانه ناوي يهده ويخليه تعدين ويضم المناجم بتاعته. الكاهن بيوافق طبعا غصب عنه لانه شراني زي ما انتم شايفين كده. وبتيجي بعد كده عربيه اسعاف فيها طفل حالته خطيره جدا، ومجموعه شباب بتكون قافله الطريق على عربيه الاسعاف متجاهلين العربيه خالص ولا شاغلين بالهم بيها. لكن سواق الاسعاف بيطلب منهم يوسعوا الطريق عشان يطلع المستشفى بسرعه، لكن للاسف الشباب مش بيعبروه وبيعرفوا ان هم يخلصوا احتفالهم الاول وبعدين يوسعوا له الطريق، والطريق مسدود بسببهم. وفجاه بنلاقي واحد شهم كده بيتابع اللي بيحصل وبينزل من عربيته وبيضربهم وفين يوجعك، وبيفتح راس واحد في ازاز العربيه. وبيحاول الشباب يتدخلوا، لكن يا جبل ما يهزك ريح بيطحنهم ويكسر عظمهم. وبيفتح الطريق عشان عربيه الاسعاف تمر، وبيلاقي تاني يوم امه بتدخل تصحيه عشان يفطر، وبنلاقي ابوه عمال يعاتبه عشان تصرفاته مش عاجباه ومش بيشتغل وبيعمل مشاكل دايما. تظهر بنت غنيه وهي بتزور مستشفى مخصوصه للاطفال وعماله تغني وترقص وتفرحهم. ومش بس كده، دي بتديهم تبرعات كمان كتير. وبنيجي عند باله اللي والدته بتتخانق معاه عشان يشتغل، وبيطمنها ان هو هيقابل بكره حد عشان يشغله وانه اكيد هيتوفق في المقابله دي ويشتغل. وبيروح تاني يوم يعمل مقابله، وبيكتشف ان الشركه دي يترأسها شاطره اللي كانت بتزور مستشفى الاطفال، وشاطره ما عندهاش شغل الوسايط والمعارف ده خالص. وبنشوفها وهي بتطرد اي موظف جاي ومعاه واسطه او معرفه تكون قاعده بتعمل مقابلات مع المتقدمين للوظائف. وبيتقابل باولو وبتكون معجبه بيه جدا وبطريقه كلامه وخصوصا التسويق. والمفاجأة قرر تعيينه رئيس قسم التسويق في الشركة بتاعتها وبراتب كبير 12000 روبية في الشهر. وبيفرح باله جدا بالشغل والمرتب، وبيرجع البيت عشان يعرف والده ووالدته، لكن ما بيكونوش مصدقين خالص. لكن والدته بتفرح بيه قوي وتبوسه وتبارك له. وبيشوفوا ابوه وامه وهو نازل تاني يوم متشيك على الاخر ورايح على الشغل الجديد، ووالده بيراهن والدته انه مش هيكمل في الشغل وهيفشل زي كل مرة. واثناء ما بيكون ماشي في الطريق بيشوف راجل بيمد ايديه على ولد صغير عشان وقع صندوق الشغل على الارض، وما بيعجبوش اللي بيحصل وبيجري يمسك ايديه يمنعه يضربه، وبيهدده لو ضربه تاني هيخلص عليه. وبيجبره يعتذر على الولد على اللي عمله، وبياخد الولد معاه الشغل عشان يفطر معاه. وشاطره بتشوفهم ما بتكونش متضايقه خالص وبترحب بيهم. وكاول بيجي يزعق له انه ضرب واحد من الناس اللي شغاله معاه واكبر موردين الخام في شركتنا، لكن بيفهموا ان الراجل هو اللي ضرب الولد. وبتدخل شاطره وتزعق له انه ازاي بياخد مواد خام من الشركه لناس بتشغل اطفال بالوحشيه دي. وشاطره بتاخد باولو معاه وتفرجوا على اقسام الشركه ويتعرفوا على نظامها. واضح كده ان في اعجاب بينهم، وبعدها بيخرجوا ويتفسحوا ويغنوا سوا وهم مبسوطين جدا. وبنشوف ولد شاطره بيتكلم معاها وبيطلب منها ما تعملش مشاكل مع تشينج ولا الناس اللي شغاله معاه. وبنشوف بعدها تشينج بيضرب معلم في القريه ضرب جامد لحد ما بيموت، وبيقنع العيال الصغيره ان هم يشتغلوا عنده في منجم ويسيبوا المدرسه، وان التعليم ده ضيع وقت على الفاضي. وبرضه بيعرف شاطره ان الناس في الشركه دي بيقولوا انها مخطوبه لراهول، لكن شاطره بتنفي الكلام ده خالص وان والدها هو اللي عايز يجوزه لها، لكن هي مش عايزه. ولما بيعرف باله بكده بيفرح قوي لان شكله معجب بيها وبيحبها. وشاطره بتطلب من باله يوصلها لبيت صاحبتها عشان تهنيها بعيد ميلادها وتقدم لها هديه، وبياخدها على الموتوسيكل وبيروح. ولما بيوصلوا على الباب بيسمعوا صاحبتها بتتخانق مع ابوها، بتقول ان هو مش مهتم بيها طول الوقت وحتى مش فاكر عيد ميلادها. وبيدخل بسرعه باله ويقدم لها الهديه ويفهمها ان ابوه هو اللي موصي عليها. وطبعا ابوها مصدوم من اللي بيحصل، وشاطره بتكون مبسوطه جدا وبتدخل تهنيها. بياخدوا بعض هما الاثنين ويطلعوا يقعدوا فوق، والاب بيشكر باولو على موقفه ده وبياخد تليفونه وبيقول له لو احتجت حاجه اتصل بيا على طول. وبعدها بيعزم ياهو باولو عنده وبيتكلم معاهم على فكره تخلي المصنع يشغل عمال كتير، وبيعرفهم ان في شخص اسمه تشينج مسؤول عن المناجم بتاعته. حتى حته الارض اللي كان هيعملها مصنع خدها، غير انه متجوز بنت اخوه وبيعملها معامله وحشه جدا، ضرب وتهزيق واهانه عشان يضغط عليه يسيب المكان. وباولو بيقول له انا هساعدك تتخلص من المشكله دي. ولما بيروح البيت والدته بتحكي له ان تشينج اعتدى على بنت في المدرسه وواحده بتشتغل عندهم في المدرسه. وهنا بنشوف باولو بيغضب جدا من اللي بيسمعه، وعلى طول بيركب الموتوسيكل بتاعه ومعاه البنت وبيروح المدرسه وبيضربه بكل قوته، وبعدها بيتم القبض عليه. والحظ الحلو ان المدرسه دي تابعه لممتلكات شاطره، وبتيجي شاطره تطلعه من الحجز على طول بسهوله. وبنشوف بعد كده شاطره وهي بتزور باولو في بيته وتعزمه على عيد ميلادها، وبيتفاجئ بخطوبه شاطره وان والدها هو اللي عمل كده. وولد شاطره واللي معاه بيهددوه انه يبعد عن بنته والا
وراح يعدمه العافيه، وشاطره بتخاف عليه وتطلب منه يمشي علشان محدش يأذيه، وبيوصل لوالده ووالدته وبيتفاجئ ان هم مش ابنهم اصلا وانهم هيشرحوا له تفاصيل في البيت. والعم دادو كان في الطريق للقريه وحكى بعدها التفاصيل لباولو ان ابوه وامه الحقيقيين عملوا حادثه في الطريق وان الحادث ده كان متعمد وماتوا بعدها. وقال له صاحبه والدتك هي اللي ربتك، ووالدك ساوي لما فاق من الحادثه قلت له ان انت ميت لاني كنت عايزه ابعدك عن الخطر. ونيجي لتشينج اللي سيطر على القريه كلها حتى المناجم استولى عليها، وبنعرف ان ولد باولو هو ولد ساهو، وبيقابله باخت ساهو ويواسيها. وبيلاحظ باولو ان رجال تشينج في كل حته في المكان. وفي الوقت ده شاطره بتتصل بصديقه عشان تطمن عليه بعد صدمته في موت والده، وبنشوف شاطره وهي بتروح لباولو عشان تطمن عليه وبتاكد له ان هي مش هتتجوز راهول ابدا. وبيروح الكاهن المعبد اللي مش بيرضى يشيل لبن للمعبد لكن بيشيله لما باولو يقول له، وبيقول له السيد ساهو ان والده كان طيب جدا وبيعطف على الفقراء والمساكين. وفجاه توصل رجاله تشينج عشان يهدوا المعبد ويدموا المناجم بتاعتهم وبدأوا يضربوا الكاهن، لكن باولو مش بيسكت وبينزل فيهم ضرب وفين يوجعك ومحدش قادر عليه. وبعدها تشينج بيكون في اجتماع مع حاكم القريه، بيجيله اتصال من المساعد بتاعه بيعرفه اللي حصل، وبيروح بعدها على بيت باولو وبيقابله وبيعترف ان هو اللي قتل ابوه وان احسن له يبعد عن هنا. وبنشوف منصور المساعد بتاع شينج وهو بيدخل بيت اخت باولو وبيهددها وبيجيب رجالته ويروح المعبد عشان يخلصوا على باولو، وفعلا بيدخل ويهجم عليه وباولو ما بيدوش فرصه وينزل فيه ضرب ويقل من كرامته ويحدفه يمين وشمال لحد ما ولع فيه وهو حي وخلص عليه. تيجي شاطره بتكون مبهوره مش مصدقه اللي بيعمله، ازاي بعد ما كان بيبيع احمر شفايف وادوات تجميل في الشركه بتاعتها قدر يعمل كل ده. وبيكونوا هما الاتنين بيحبوا بعض وبيعترفوا لبعض بحبهم. ونيجي لتشينج اللي ربط مراته بارفي بنت العم دادو وبيهددهم انه عاوز يجيله حالا. وفي الوقت ده الشرطه كانت في المعبد بتحقق في حادثه حرق منصور، وبيلاقي العم دادو بينصح باولو انه يمشي من هنا بسرعه عشان تشينج بيدور عليه وعايز يقتله، وبيرفض باولو ان هو يهرب. وبتقابل شاطره باله وبيروحوا بيت البنت الصغيره جانجا لانها كانت وعدها تزورها من ساعه ما قابلتها اول مره. وبعد شويه بيوصل تشينج ومعاه جانجا اللي بتكون ماتت في المنجم بسبب وقوع صخر عليها، وبيدخل باولو مكان المنجم وبيهجم عليهم وبيحاول يخلص عليهم واحد ورا التاني وهم بيحاولوا يضربوه، ومعاه مرزبه كبيره قعد يطحنهم كلهم ونزل فيهم كسر عظمهم. لكن رجاله تشينج بدأوا يهجموا عليه تاني وكان كل اللي بيقف قدامه بينيموا على الارض، وواحد جاء من ورا باولو بيضربه على اخوانه وباولو شافه وبيلفله كانت المرزبه في ايده وبيديله بيها وقعد يضرب فيه لحد ما خلص عليه. ورغم ان هم كتير لكن باولو كان قوي جدا وبدأوا يتكاتروا عليه باقي الرجاله وحاوطوه من كل ناحيه عايزين يخلصوا عليه، لكن باولو كان بيهاجم بكل شجاعه كان بيحاربهم بكل قوته. قرر باولو يولع فيهم كلهم لحد ما ظهر تشينج ووصل للمكان وبدأ يهجم على باولو. بدأوا الاتنين يتبادلوا لكمات لكن تشينج كان بيتغاب عليه شويه وباولو ما سكتش جمع قوته ونزل فيه ضرب كان بيحاول يتفادى ضرب تشينج ويقع على الارض ويقف تاني وفضل يضرب فيه لحد ما خلص عليه. وعدى 6 شهور على الموقف ده وباولو اتقابل مع امه وامه حكت له كل حاجه واعترفت له ان هي مش امه الحقيقيه وساوى اخوه